مرحبا معكم بالبيس بقناة أبو البيس الخبر. قلت تسوية نزاع الصحراء المغربية، ونطمئن الجميع أن ملف الصحراء المغربية اقترب بشكل كامل من طيه. وبسبب ذلك وبسبب العلاقات المغربية الفرنسية، شاهدوا هذه المقاطع التي نراها أمامنا. الجبهة الانفصالية برفقة الجزائر حاولوا الاعتداء على سفارة المغرب بفرنسا، لكن طبعا أتى الرد القاسي وتم اعتقال الجميع. واليوم هناك تحقيق على أعلى مستوى من أجل معرفة من المتورط الرئيسي بتلك الأعمال التخريبية التي قاموا فيها. لماذا البوليسارو برفقة الجزائر قاموا بتلك الأعمال التخريبية لسفارتنا بفرنسا؟ لعدد من الأسباب، للعلاقات المترابطة، وأيضا للاستثمارات التي يتم ضخها بصحراءنا المغربية من قبل الشركات الفرنسية. السفارة لأنها أعلنت أن هناك أرقام مفتوحة من مشاريع واستثمارات سوف يعلن عنها بصحراءنا المغربية، لذلك البوليسارو فقدت صوابها وذهبت لتهجم على سفارتنا، فكان الرد اعتقال كل من حاول تخريب السفارة. وبما أننا فتحنا باب الاستثمارات، أتعلمون أتى دعم أمريكي جديد بقيمة 226 مليون دولار يخصص إلى صحراءنا المغربية. وعلى ما يبدو من هنا نفهم أن علاقات بين المغرب وحلفائه بأفضل حال. على سبيل المثال، الآن حرب أمريكا وإيران، مصادر إماراتية قالت المغرب قدم دعم تقني عسكري واستخباراتي نوعي لأبو ظبي لمواجهة التهديدات بالخليج. إذن موقع المغرب الاستراتيجي اليوم دعم للدول الأفريقية، للدول العربية، وها نحن نرى للدول الخليجية. والإمارات تشكر المملكة المغربية على هذا الدعم المتواصل نظرا للحرب الأمريكية الإيرانية، لأننا نعلم أن إيران استهدفت دول الخليج نظرا للقواعد الأمريكية المتواجدة هناك. واليوم الدول الخليجية تشكر المغرب نظرا لدعمه العسكري والاستخباراتي. ما هي آخر التطورات بحرب أمريكا وإيران؟ واشنطن أعلنت التفاصيل عن بدء حصار بحري ضد إيران، وترامب قال سوف ندمر أي سفينة إيرانية تحاول الاقتراب من منطقة حصار مضيق هرمز. وعلى ما يبدو ما زالت الأمور متوترة. وبيدرو سانشيز ذهب إلى الصين من أجل أن يفتح باب جديد للعلاقات ليوازن الميزان التجاري، لأن إسبانيا باتت علاقاتها متوترة مع أمريكا، فذهبت اليوم من أجل أن تضع يدها بيد الصين لكي لا ينهار الاقتصاد الإسباني. وعلى هذا الأساس تطرقنا لملف الصحراء وتطرقنا لآخر أخبار حرب أمريكا وإيران. نبتدئ على الفور ونرى ما الذي يجري داخل الجزائر. ما قصة تلك الانفجارات؟ الجزائر تحترق، شاهدنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي نايضة قربالة داخل الجزائر. البابا الفاتيكان منذ أن أتى إلى الجزائر والجزائر تعيش بحالة من الضياع. شاهدوا هذه الصورة التي نراها أمامنا بكل اختصار. البابا الفاتيكان خرج من عام 2026 ودخل للجزائر أي لعام 1950، وشاهد مشاهد كارثية، حتى أن النظام الجزائري قام بتخبئة المباني المهترئة داخل البلاد. فتخيلوا معي هذا الذي نقوله. وليس هذا فقط، تصريحات تبون العجيبة أيضا أثارت الجدل. مرحبا بكم قداسة البابا في هذه الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغسطين. التصريحات ليست واحدة من أثارت الجدل واستقبال تبون لبابا الفاتيكان، بل الانفجارات التي رافقت زيارة الفاتيكان، انتحارات انفجارية. شخصين فجروا نفسهما كان يستهدف مديرية الأمن بمدينة البليدة قرب العاصمة، وهذا ما أثار جدل كبير. تفجيرات انتحارية بالجزائر،
تخلف مقتل عناصر أمنية تزامنا مع زيارة البابا. ومن هنا كما نقول دائما لا وجود لا أمن ولا أمان. دخلت الدول الأوروبية والدول على سبيل المثال بريطانيا حتى دخلت على الخط وطالبت جميع رعاياها بعدم السفر إلى الجزائر نظرا للكوارث التي تحدث هناك. بعد التفجيرات البليدة السلطات الجزائرية ترفع درجة التأهب الأمني والحديث عن إلغاء من برنامج الزيارة التي أتى من أجله الفاتيكان. البابا الفاتيكان كان يريد أن يصول ويجول بالجزائر. بعد هذه الانفجارات قرر إلغاء كل شيء، ألغى كل زيارة كان يريد أن يزورها. الإعلام الجزائري ماذا قال؟ الإعلام الجزائري قال أن ذاك الانفجار حدث بسبب قارورة غاز. تخيلوا معي هذا الذي نقوله. زيارة البابا الفاتيكان كان يسلط عليها الضوء من قبل الإعلام الأوروبي. عندما يأتي الإعلام الجزائري من أجل أن يضحك على الجزائريين ويقول إن هناك قارورة غاز انفجرت ولا وجود لأي انتحارين، هذا الفيديو ماذا يقول لنا؟ هذا الفيديو يؤكد أن هناك شخص كان يرتدي القشابية وهو من انفجر نفسه. هل قارورة الغاز هي التي كانت ترتدي القشابية؟ هل يعقل الإعلام الجزائري كيف أنه يعامل الجزائريين بطريقة عجيبة لا تخطر على البال؟ على من يضحكون إذن؟ مناسبة زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر أصبحت مناسبة أليمة، وهذه المناسبة الأليمة انتقلت لتعازي وانتقلت لضحايا عدة. طبعا النظام الجزائري عاقب صاحب المحل الذي سرب تسجيلات الفيديو والتي تؤكد على أن هناك كان انفجارات حقيقية من قبل انتحاري. شاهدوا، اعتقلوا صاحب الحانوت لأنه سرب فيديوهات مسجلة تؤكد على أنه كان هناك انفجارات انتحارية. يريدون إذن نشر تزوير الحقائق واعتقال والقبض على من ينشر الحقائق. صاحب المحل فقط لأنه نشر تسجيلات الفيديو المسربة تم اعتقاله. على ما يبدو زيارة البابا للجزائر كشفت أمور عدة. أولها كيف أن الجزائر تحاول توظيف دائما أي زيارة بمثل هذه الزيارة من أجل دعم جبهتهم الانفصالية. أتعلمون أن الجزائر وظفت ورقة البوليسارو باستقبال البابا الفاتيكان؟ حملة جزائرية جديدة تؤدي إلى حماقة. اقحم ممثل البوليسارو باستقبال البابا. اقحم النظام الجزائري ممثل البوليسارو بحفل استقبال البابا ليو الرابع عشر الذي بدأ بزيارة للجزائر وانتهت أول بدايتها بفضيحة جديدة ارتكبها النظام الجزائري. تم تقديم ممثل الجبهة الانفصالية على أنه هو أيضا يقوم باستقبال البابا الفاتيكان. نحن نعلم هذه الخطوة لماذا قام بها تبون، من أجل حصد بعض الصور البهلوانية لممثل الجبهة الانفصالية بجانب البابا الفاتيكان، وعلى هذا الأساس حصد انتصار ولو كان وهميا. هذه الحماقة التي نراها أمامنا تذكرنا باحتفالات التي فعلتها البوليسارو بالأسلحة الخردة. الأسلحة الخردة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى 50 عام ديال الجبهة الانفصالية. المهم، بعد زيارة البابا الفاتيكان للجزائر بإعلام الصنصال دعا البابا الفاتيكان للتدخل بقضية الصحفي غليز، ما يعيد فتح ملف الحريات بالبلاد. من هنا نتأكد ما وراء تناقضات بلد لا يؤمن بالاختلاف، والجزائر التي تقوم باعتقالات تهسفية وبذات الوقت اليوم ترحب بالبابا الفاتيكان. السفير الجزائري بأمريكا الذي هو نعرفه صبري بوقادون قال عندما يزور البابا الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر سيكون حاجا عائدا إلى أحد أقدم معاقل الفكر المسيحي. خطوة أثارت الجدل بسبب صبري بوقادوم
سفير الجزائر لدى أمريكا الذي تغنى وطبل وزمر لزيارة البابا الفاتيكان إلى الجزائر، وأكد على أن الفاتيكان عندما يزور تلك الكنيسة فسوف يعود حاجا من الجزائر. وأوضح السفير الجزائري أن تواجد البابا الفاتيكان داخل الجزائر إنما هو شرف كبير للجزائريين. جاءت تصريحات صبري بوقادوم بشكل عجيب تزامنا مع زيارة الفاتيكان، وأثارت جدل متعدد داخل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا دخلت منظمات حقوقية على الخط. هذه المنظمات الحقوقية على الخط طلبت من بابا الفاتيكان فتح ملفات عديدة من أجل محاسبة الجزائر على الاعتقالات التعسفية وعلى خنق الحريات داخل البلاد. فما الذي جرى بعد ذلك؟ بالتزامن مع تواجد الفاتيكان داخل الجزائر، ترامب هجم هجوم حاد على البابا الفاتيكان. هاجم الرئيس الأمريكي ترامب البابا الفاتيكان بمنشور عبر منصة تويتر، وذلك بالتزامن مع زيارته التي يقوم بها إلى الجزائر. جاءت مواقف ترامب ردا على تصريحات سابقة للفاتيكان دعا فيها إلى خفض التوترات الدولية ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري بعدد من الملفات، من بينها الملف الإيراني، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه المواقف لا تنسجم مع التوجهات السياسية الأمريكية بمجال الردع. طريق الكبرانات كحلة. البابا الفاتيكان أتى للجزائر، مباشرة حدث صدام وأزمة بين الفاتيكان وبين الرئيس الأمريكي ترامب، ناهيك عن الانفجارات المتعددة التي حدثت داخل المرادية. أيضا تزامنت تصريحات ترامب مع تواجد الفاتيكان داخل الجزائر، وهذا ما أعاد مقولة طريق الكبرانات كحلة للواجهة من جديد، لأن من يزور الجزائر تتغير حياته وتنقلب رأسا على عقب. ولسنا نحن من نقول، بل الوقائع هي التي تقول، حتى أن البابا الفاتيكان قرر مغادرة الجزائر على الفور بعد الذي جرى. رمزية التوقيت وثقل الجغرافيا الأمنية، تلك التفجيرات التي حدثت ببليدة بالجزائر تحيي جراح التسعينات وتسير مخاوف من عودة أنماط العنف المرتبطة بالعشرية السوداء، وهذا ما جعل الفاتيكان بسبب الأحداث يقلص من أنشطته ويغادر الجزائر نحو دول أفريقيا أخرى. البابا الفاتيكان الذي وصل إلى الجزائر، حاولت الجزائر أن تغطي سوادها التي تعيشه خلال البابا الفاتيكان وثوبه الأبيض. حاول تبون أقحام الجبل الانفصالية لحصد دعم. نرى الآن الفضائح انتشرت وللعالم، تارة انفجارات انتحارية، تارة صنصال الذي أكد للفاتيكان أن عليه فتح ملف الحريات داخل الجزائر. زد على ذلك مغادرة الفاتيكان من الجزائر على وجه السرعة، أي أن زيارته حدثت خلال يوم واحد فقط، كانت مبرمجة ب3 أيام. بسبب هذه التوترات والتخبطات غادر، تخيلوا معي أن الفاتيكان غادر الجزائر على أقصى السرعة، ويريد الآن إجراء زيارة لباقي الدول الأفريقية. قد يتساءل البعض ما حكاية القصة التي ذكرناها ببداية الفيديو، أن المخابرات المغربية هي التي حرصت على أمن وسلامة البابا الفاتيكان. هل هذا الخبر حقيقي؟ الجواب بكل اختصار نعم. رغم أن ترامب هاجم البابا الفاتيكان تزامنا مع تواجده بالجزائر، حدث هناك تنسيق أمني على أعلى مستوى بين الجانب المغربي والجانب الأمريكي من أجل حماية البابا الفاتيكان من تلك الأحداث التي تحدث بالمرادية. وتم على إثر ذلك هروب البابا الفاتيكان من داخل الجزائر إلى باقي الدول الأفريقية. طبعا عملية فتح الطريق وعملية حفظ سلامة البابا الفاتيكان كان كل ذلك تحت رعاية أمريكية وتحت تقارير استخباراتية مغربية. لا يخفى على أحد اليوم، بات جهاز الاستخباراتي المغربي الأول عالميا. نحن نشاهد دائما أن الدول الأوروبية تشكر
الاستخبارات المغربية على الأمن والأمان التي ترسمه داخل بلادهم. فما بالك الآن عندما نرى أن تنسيق أمني مباشر حدث بين الجانب الأمريكي والجانب المغربي من أجل حماية وسلامة البابا الفاتيكان. الجزائر التي تدعي أنها قوة ضاربة، تخيلوا معي أنها لم تستطع حماية البابا الفاتيكان فغادر على أقصى سرعة من بلاد المرادية. يا سبحان الله، بريطانيا كانت أول الدول التي دعت رعاياها لعدم السفر للجزائر، وجرت بعدها دول متعددة. إيطاليا رغم أن ميلوني أتت بابتسامة عريضة وقبل وصفقات غازية كبيرة للغاية أخذتها من تبون، إلا أن إيطاليا كانت الدولة الثانية بعد بريطانيا وأكدت على عدم ضرورة سفر رعايا إلى المرادية. ما جرى وما حدث تزامنا مع زيارة البابا الفاتيكان إلى الجزائر يعتبر زلزال حقيقي يهز المرادية، وهذا الزلزال الحقيقي واقعي للغاية، لأننا دائما كنا نقول أن تصرفات الجزائر عدائية سوف تنقلب عليهم. ها هي هذه الزيارة حاولوا استغلالها سياسيا، حاولوا حصد دعم دبلوماسي من وراء زيارة الفاتيكان، فالذي جرى فضيحة كبرى وانفضح كل شيء أمام العالم. إعلامهم يحاول تغليط الوقائع ويدعون أن الانفجارات كانت بسبب قارورة غاز. مقاطع الفيديو تثبت كل شيء، واعتقال صاحب المحل يثبت كل شيء. دعنا نذكر بالضغط على زر لايك لينتشر الفيديو ويحقق نتائج إيجابية، واضغطوا على زر لايك ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجعلون هذه القناة تزدهر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، أن المغرب يا سادة وهيك كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.